عزيزي المواطن، تعال نتذكر شوي. بتتذكر لما كانت تدخل عندك الجمارك كأنك سارق البنك المركزي ويفضوا لك محلك على التمام ويعملوا لك محكمة وتتغرم 700 مليون ليرة سوري وتقول لهم أمركم؟ بتتذكر لما فرع الخطيب كان يضب فيك وما حدا يعرف عنك شيء أبدا، وآخر شيء ما تطلع لتدفع 200 ألف دولار وانت كنت تشعر بقمة الانتماء الوطني؟ عزيزي المواطن، تتذكر لما كان شرطي المرور يقول لك صف على اليمين وهات الأوراق وما يمشيك لتدفع 5000 ليرة وانت عبتغني على تراب سوريا الغالي؟ تتذكر أخي المستورد يلي عامل حالك مزعوج اليوم لما كنت تجيب الحاوية من الصين وتدفع عليها 2000 دولار مصاريف نسرية وحواجز وتقول يا أخي الدولة عندها مصاريف؟ أخي المواطن، تتذكر لما يعدي المعلم من قدام المحل ويقول لك إيش عم بتبيع وتقول له المحل كله تحت حسابك مولانا؟ تتذكر لما كنت توقف على الحاجز ساعة لأنه العسكري مضروب مزاجه ومو حابب يعدي حدا وانت عم بتغني بلاد العربي أوطاني؟ بتتذكر لما كان ابنك يخدم 10 سنين وكل شهر لازم تدفع المعلوم وانت مبتسم؟ تتذكر لما المعلم ينزلك من سيارتك لأني عاجبته ويقول لك عنا مهمة خاصة وراجعنا بعد شهر خدم الفرع وتنزل من سيارتك تقول له أمرك وتشعر بقمة السعادة لأنك شاركت في حل الأزمة السورية؟ عزيزي المواطن، بتحب أذكرك لما انحبست 6 شهور وآخر شيء طلع تشابه أسماء لا تواخذنا وانت تقول لهم جل من لا يخطئ؟ عزيزي المواطن، تتذكر لما النظام فلت شبيحته أكثر من 5 سنين وينخطف الواحد من نص البلد وما يرجع وتدفع فدية وما يرجع وتقول له عمر ما بتقتله شدة؟ تتذكر لما هدولك فيلتك وهدولك بيتك بالطيران والبراميل وانت ولا اعتراض؟ عزيزي المواطن، ليش صار هلأ احساسك مرهف فجأة وصرت تشتكي على الطالعة والنازلة؟ عزيزي المواطن، حاج بعرف حاج، نحن صرنا 54 سنة تحت نظام الأسد. طيب يا جماعة، هذا النظام الموجود الجديد هلأ حاليا اللي عم يتكون بدستوره برئيسه بدولته بحكومته، نعطيهم فرصة، بس نعطيهم فرصة نشوف الدنيا وين رايحة. 54 سنة نحن كنا محكومين بالرشاوي والفساد والمحسوبيات وابن فلان وابن علتان. طب صبر شوي، خلينا نوقف محكومتنا مع رئيسنا مع دولتنا نشوف الدنيا وين رايحة. كفي انتقادات على كهرباء وبنزين ومازوت. 4 شهور والله العظيم ما الدنيا دولة عم تكون دولة جديدة. خلينا ايد وحدة. سلام. محسوبك اصله حلبي وربيان بحارة قديم.